السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا إن شاء الله قصة يا أخوان. هذا شخص يحكي قصته، يقول أنا في يوم من الأيام قررت إني أكشت، والكلام هذا تقريبا في عام 2007 تحديدا في الليالي الشتوية. فجيت لم أخوياي في اثنين مرة أنا أعزهم مرة قريبين مني، فجيت عنده أبو فلان تخاويني. قال وين؟ قلت بكشت. قنص ونركب على غدانة وقهوة ونسمر. قال لا والله ماني معك الرحمن. قال يا ابن الحلال. قال لا والله ماني معك. واروح لما الثاني ابو فلان معي. قال لا والله ماني معك. قلت يا الربع علامكم كل سنه مثل هالموسم نطلع. قال والله احنا ملتزمين وعندنا اشغال وعندنا. قال خلاص انا بطلع. قال وين بتروح؟ قال بروح المكان الفلاني. قالوا معك الرحمن ترفق ابن الحلال، انت عارف البر ما له امان، كل شيء يشبه كل شيء، ما تقدر، فانتبه وترفق. قال باذن الله خير ان شاء الله، وانا ماني باول مره، انا ماني بصغير. قالوا أجل ها خذ معك الخرائط وخذ معك الكنود وخذ معك. قال لا توصون حريص. قال في حفظ الرحمن السلام عليكم. مشى من عندهم هذا الشخص خلينا نسميه أبو محمد. فمشى من عندهم أبو محمد. يقول رحت لهم زوجتي وعيالي موضوع اثنين ثلاثة وأنا ترى بروح ولحالي. قال ابن حلال البر مخيف، البر والبحر لا تامنه. قال لا والله إني برايح. قلت طب خذ ولدك فلان. قال لا أنا بروح لحالي، أبي أسمر هالمرة لحالي. قالوا يا أبو فلان. قال لا والله إني رايح لحالي. قالوا حنا طالبينك انك تترفق. قال باذن الله خير. يقول فعلا واضبط اموري. يقول كان معي جيب نيسان، يقول اضبطه، واحد فيه من الحموله، واحد فيه من البنزين، واحد فيه من الامور اللي يحتاجها والخرايط والكنود. يقول واطلع لما فلان لما كان مشهور، يقول في المنطقه الفلانيه في الشمال. يقول يوم اني وصلت وانزل عزومي وانزل اغراضي. يقول واجلس، يقول واركب قهوتي، يقول واتقهوى، يقول واشب النار، يقول وارفع ضنب الخيمة واتعشى وعي من الله خير. يقول قلت بعد العشاء يبي له كاسة شاي. يقول وانا اخذ لي كاسة شاي. يقول واشرب. يقول ما حسيت الا تقريبا 100 متر 150 متر. هل كم من المتر؟ يقول في نار، يقول شابة. يقول قبل ما اجي، يقول انا دورت حول المكان وشفت كان المكان فاضي خلا. يقول هالنار من وين جت؟ يقول قلت لازم اني اشوف وش الوضع، واركب السيارة واشغلها وخلي اغراضي واروح النار. يقول يوم جيت عند النار، يقول في شخص جالس ومعطيني ظهره. يقول الشخص هذا يوم قربت منه، يقول حس علي بس ما لف. قال يلا حل. ايش قلت انا؟ قال يلا حي الضيف اقلط. قلت يا مرحبا. قال ضيف الرحمن اقلط اقلط. قلت الله معيك واقرب منه. يقول يوم اني اوصل عنده، يقول ويلف شخص ملابسه يرثى لها، يقول كانت مقطعه وفيها تراب وفيها وسخ. يقول قلت له من أنت؟ من أي العربان؟ وش العلم بالضبط؟ يقول كان يقول كلمة ويبلع نص الكلام، وكان يتأتئ ويا الله عرفتوا حركة البرد اللي يلا تتكلم. يقول كان زي كذا، يقول ما يقدر يتكلم. فقلت له ايش فيك يا فلان؟ قال له ما في شيء. قلت له وراك بلا، في بطنك علم، وش صاير معك؟ قال له ما في شيء ولا. يقول فجأة يناظر شاف في أنوار سيارة بعيد. قال أنا طالبك. قال ايش فيه؟ قال خلنا نعاش. قلت نعاش من؟ وش العلم بالضبط؟ ظل مو بأخوياك. قال مو بأخوياك. قال من؟ قال خلنا نركب السيارة ما في وقت. قلت يا ابن الحلال. قال خلنا نركب السيارة ما في وقت، لو جلسنا أنا وقت ترانا انقتلنا اثنين. لو جلسنا ترانا انقتلنا اثنين. شغل السيارة وامشي. يقول يشغل السيارة أبو محمد ويركب مع هذا الشخص وينحاشون في البر. يقول أنا على اعتقادي أن هذا الشخص شخص مطلوب من الحكومة أو كذا. يقول فكانت تطردنا 3 سيارات. يقول الشخص اللي معي كان يدل البر صح، راح يمين راح يمين راح يسار فيها منجات. يقول كان يدل البر فعلا. فطلعت فيه قلت وش العلم؟ قال لي يطردوني هذولي قطاعين طرق. قال طيب. قال
قطاعين الطرق هذولي أنا كنت أشتغل معهم وأعرف خباياهم وأعرف كل شيء عنهم. قال طيب. قال لكن اختلفنا في عدة أمور. قال مثل، قال في مرة من المرات أعطوني بضاعة وقالوا لي هذه بضاعة أسلحة هربها المنطقة الفلانية. يقول في نص الطريق وقفت، قلت أنا أشتغل معهم لي سنوات وكانوا يعطوني الشيء ولا أفكه. إذا قالوا لي سلاح أصدق إن هذا سلاح، إذا قالوا لي مخدرات أصدق إن هذه مخدرات، بس أنا ما أدري إيش اللي جوا هذا الشيء. يقول أنا ما كنت أعرف، فقلت يوم من الأيام خلنا أفك وأشوف إيش هذا الشيء. يقول فكيت اللي هي أعضاء بشرية، يتاجرون بالأعضاء البشرية. فأنا هنا وقفت السيارة ما عاد قدرت. يقول قلت دقيقة، الأسلحة حرام محرمة دوليا، والمخدرات حرام محرمة دوليا، بس أعضاء بشرية هذا ذنب تحسه مضاعف. أنا ما أتاجر بهالأشياء. يقول ما وصلت البضاعة ويدقون علي وين البضاعة وين مدري إيش وين. يقول وأنا ساحب عليهم. يقول دقيت عليهم قلت أنا شق عنكم، ما عاد أي شيء فيه صلة بيني وبينكم، انتهى الموضوع. قال لهم مو على كيفك، أنت شفتنا وتعرف قائدنا وتعرف كبيرنا وتعرف كل شيء. دخول الحمام وانت بكرامة مو مثل خروجه، فمستحيل. قال أنا شقيت. قالوا تراك حكمت على نفسك بالقصاص. وفعلا من يومها إلى يوم كذا وهم يطاردون إلى أن وصلوا لي في هذه المنطقة. ما أدري مين اللي مبلغ علي بس وصلوا لي. طلعت فيه قلت طب وش العلم الحين؟ قال رح شد. يقول وأنا أشد بالسيارة وأروح يمين ويسار وفوق وتحت. يقول بديت أضيعهم، ضيعت سيارتين، بقيت سيارة واحدة. يقول الموتر اللي معي كان في حيل وأنا معدل عليه، يقول يمشي الموتر. يقول إلى أن بدأ يوصف لي، قال هنا في مركز نقطة أمنية وقف عنده. يقول وقفت عند مركز الشرطة. يقول ما شفت أنوار السيارات في المراية إلا أنها دورت ثاني مرة ورجعت البر. يقول أنا وقفت نظرت فيه قلت انزل. قال انزل وأنا بعدك. قال محمود أنا ايش دخلني انزل؟ أنت اللي تنزل، أنت اللي بتبلغ مو بنا. قال لا انزل أنت معي عشان تشهد وش اللي صار. قال ابشر. يقول نزل أبو محمد، نزلت أنا. يقول نزلت من هالباب. يقول هو نزل من هالباب. يقول مشيت التفت ما عاد لقيته. فلان 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 ما لقيته، اختفى ما له أي أثر. يقول إلا أنا مقابل النقطة الأمنية. يقول طلع عسكري قال عسى ما شر. قلت لا بس إنه في. قال وش في؟ قلت لا بس صار موضوع. قال تعال 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 إيش اللي صار؟ يقول قلت للعسكري كل اللي صار معي. قال أنت صادق؟ قال لي والله إني صادق. قال والله ما مرت علينا حالة أو شيء مثل هالظرف. وش اللي صاير بالضبط؟ قال والله ما أدري يا طويل العمر، بس هذا اللي صار معنا وهذا الموجود. قال لا موضوع كبير، لازم أن نبحث وندور عنهم. مشى أبو محمد ورجع. يقول خذيت أغراضي وخذيت أموري وقشيت عفشي وانحشت. يقول رجعت للبيت، جتني أم العيال وش العلم بالضبط. يقول شرحت لها الموضوع كله، قالت هذه طلعتك للبر لحالك كذا ثمرتها. يقول من يومكم إلى اليوم والله العظيم ما عمري طلعت البر لحالي. يقول مو بخوف، يقول لكن سمعت قصص الأولين يقولون من يطلع البر لحاله لازم انه يصير معه شيء. يقول فعلا انا طلعت وصار معي هالشيء. نتواجه على خير ان شاء الله. السلام عليكم.